بعد هزيمة النادي الأهلي من الزمالك بنتيجة 2-1، غضب الجمهور الأهلاوي، والجمهور الأهلاوي يريد عودة الكابتن سيد عبد الحفيظ، ويحذر كولر إذا استمريت في هذا الكلام أو تعمل تشكيل من دماغك بالطريقة دي فترحل، مش عايزينك. ومحمد شبانة بيوصل رسالة لكل المسؤولين داخل النادي الأهلي. هو ليه الأهلي بقى كده؟ هو ليه أداء الأهلي بقى كده؟ صحيح إن احنا واصلين لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وصحيح إن احنا يعني وصلنا لمكانة حلوة، ولكن فين الأداء؟ فين اللعب؟ فين الرجولة؟ وفضيحة النادي الزمالك والسوشيال ميديا كله مقلوب على الزمالك بسبب إن الجهاز الفني خبى الكورة من لاعبي النادي الأهلي. السلام عليكم متابعينا الكرام، واهلا بكم. اتمنى في البدايه تعملوا لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد وحصري، وتصلي على النبي وتقول عليه الصلاه والسلام، وتركز معايا كويس جدا. حلقه اليوم حلقه ناريه ومن العيار الثقيل. غضب شديد داخل النادي الاهلي، جمهور الاهلي كله يتساءل أين الكابتن حسن أو الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ كلهم عايزين الكابتن سيد عبد الحفيظ يعود من جديد للنادي الأهلي مرة أخرى. كابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان بيخلي اللعيبة تقاتل في أرض الملعب، كابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان لما بيشوف أي لاعب متهاون كان يجازيه، كابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان عامل يعني شغل ناري داخل النادي الأهلي. النهاردة يا سادة بنشوف الأهلي بدون شخصية، بدون هيبة، بدون قوة، بدون أي حاجة داخل النادي الأهلي. سبحان الله، دي اللعيبة اللي بتلعب في الأهلي، اللعيبة القوية والممتعة فين؟ النهاردة كولر اللي كان بيلعب بطاهر محمد طاهر وموديست، فين اللعيبة؟ فين محمود كهربا ما بيبدأش اللقاء ليه مكان موديست؟ فين رضا سليم ما بيبدأش ليه مكان طاهر محمد طاهر؟ اعتقد ان في اختلافات كتير جدا جدا داخل النادي الاهلي، واعتقد ان مارسيل كولر لازم يعني يصحح اموره، واعتقد ان مارسيل كولر هو السبب في رحيل سيد عبد الحفيظ، وهو السبب في قدوم الكابتن خالد بيبو. ولكن النهارده احنا ما بنشوفش اي التزام داخل النادي الاهلي، وانا ما بهاجمش الاهلي، ولكن بتكلم كده لمصلحة النادي الاهلي، وبتكلم اللي على لسان جمهور النادي الاهلي. الاستاذ محمد شبانة امبارح في قناته على اليوتيوب اعلن وقال ان سيد عبد الحفيظ كان عامل ضفرة داخل النادي الاهلي، وكان في التزام قوي جدا جدا، وسيد عبد الحفيظ مستحيل يتعوض، مع احترامنا الشديد للكابتن خالد بيبو. ولكن احنا بنتكلم على نقطة معينة، اللعيبة كانت ملتزمة، اللعيبة كانت قوية، اللعيبة ما كانتش بتتهاون. النهارده بنشوف تهاون كبير جدا جدا. الزمالك اللي بين 2003 و2004 ما قدرش يفوز على الاهلي في الدوري، قدر الزمالك انه يكسب النهارده، قدر الزمالك انه يعدي. وانا هنا مش هطلع اقول ان الحكم كان السبب، لا، الزمالك كان يستحق الفوز. الزمالك هو اللي كان الاكثر اكثر خطورة، هو اللي كان بيعمل كل حاجة في المباراة، وكان يستحق الفوز، وبالفعل فاز على النادي الأهلي. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في المباريات القادمة إن شاء الله وبعون الله. شكرا لكم من القلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.